بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنكلمكم النهاردة على الفيروس المنتشر اليومين دول في مصر، اللي هو الفيروس التنفسي المخلوي. وده فيروس قديم الحقيقة، مش جديد يعني، والحمد لله أخف ضررا كتير جدا من فيروسات الكورونا اللي احنا واجهناها الفترة اللي فاتت. هو بيجي من فترة الخريف للربيع، وأشد ذروة ليه في بداية الشتاء، يعني في شهر نوفمبر اللي احنا فيه ده أو في شهر ديسمبر. بيبقى ده الذروة وبيصيب الأطفال بنسبة 90%. إصابته البالغين اللي عندهم أمراض مزمنة زي السكر أو الأزمة الرئوية، لكن بنسبة 90% بيبقى في الأطفال خاصة اللي تحت السنتين. إيه أهم الأعراض بتاعته؟ هو أعراضه زي البرد العادي. بيبقى رشح، ارتفاع في درجة الحرارة، بس بيبقى شديد شوية وبيبقى لفترة طويلة شوية، ممكن توصل من ل6 أيام والأسبوع. وكحة فيها بلغم، واللي هو أعراض التهابات، ممكن يبقى فيه التهاب في الأذن الوسطى، الالتهابات اللي هو الجهاز التنفسي العلوي. وده بيبقى ما فيهوش مشاكل، وبيبقى من 5 أيام من الأعراض ل7 أيام وبتروح لوحدها. ده لو المناعة كويسة. في الأطفال بقى حديث الولادة وفي الناس الكبار اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يؤدي لالتهاب الجهاز التنفسي السفلي، يعني أعراض زي الكحة الجافة الشديدة وانخفاض نسبة الأكسجين اللي بتبان جدا على الأطفال. بيبقى لون الجلد يبقى مزرق، مش بهتان، مزرق. وده طبعا بيبقى محتاج جلسات بخار وأكسجين وتدخل عن طريق المستشفى، وبيبقى ممكن من علامات الالتهاب الرئوي اللي بتبقى نادرة الحدوث. طبعا لا يقارن خالص بمرض الكورونا، ومعظم الوقت بنعالج الأعراض سواء بمخفض للحرارة أو أدوية للكحة الجافة أو اللي فيها بلغم، مذيبات للبلغم يعني. فبيبقى أو الارتشاح الأنف والزكام وكده، لكن ما بيبقاش ملوش لازمة ان احنا ندي مضادات حيوية، لانه التهاب فيروسي، ومضاد الحيوي ملوش اي علاقة الا لو في التهاب بكتيري ثانوي. ولو في علامات لكده ممكن تدي، ملوش لازمة تدي اي مضاد حيوي. مش كل دور برد تدي مضادات حيوية، وسوء استخدام المضادات الحيوية ده اللي بيعمل مشاكل في المناعة، وكمان بيعمل مشاكل في المضاد الحيوي نفسه، انه بعد كده من كتر الاستخدام بيبدأ يجي ليه مقاومة. بنطمن الناس انه مرض خفيف، صحيح معدي جدا، ولكن خفيف، ما بيبقاش ليه اضرار نادرة لما بيحصل التهاب رئوي حتى، او نحتاج المستشفى بنسبة بسيطة خالص بعكس الكورونا. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.